تفضل. قصيدة بعنوان للموت سكرات. يلا لعل الله ينفع بها سبحانه وتعالى. يلا نستمع. أقول فيها: يقول بو حمدي من البارح وعيني ساهرة، الناس نامت كلها حولي وانا طرفي سهير، والله مخشى الفقر أو فكر بحاجة آخرة، ذكرت شيء ما فيش منه عذر والرحلة قصير، ذكرت وقت الموت لما بتصل القرقرة، الموت للسكرات والله أن للموت سكير، فجأة برد جسمي وجاء الموت نفسي محضرة، والأهل والأطفال تنظرني لهم قلبا كسير، واحد يرزم لي وحد بالماء بقضنها قطره، ولا معيه علم من رزم ومن قطر قطير، لا شك موقف حزن ما في واحد إلا أثره، كل دموعه جارية والقلب يتوقد بكير، هل بيوفقني إلهي بالختام أتذكره واشهد بأن الله واحد والنبي العبد النذير، الأعمال بالتوفيق لا قوة ولا هي جبيرة ولا معيه علم، بقادر إلى أي المصير، فاضت لبارئها وجابوا للجسد دي طهرة، تطهير فوق اللوح أو تطهير من فوق السرير، والناس بالأخبار كل ما حد لقي حد خبره، كمن أبو حمدي رجل شاعر وجمهوره كثير، ثم أخرجوني الناس من بيتي طريق المقبرة، نادوا على حمدي يلحدني ونامية أسير، وهالوا علي بالطين حد بيده وحد بالخنزرة، هنا تسمعهم لهم ضجة وفي هدره هدير، ثم أتتني اثنين لا قبري سريع مباشرة، ملائكة الأموات حد منكر وحد يدعى نكير، خايف نهار اسأل وانا وحدي بظلمه مقدره، يا رب ثبت قلب أبو حمدي يقع رده يسير، من بعد دفني صارت الناس الذي هي حاضره ما غير حمدي، قس عند القبر مش راضي يسير، يتذكر الأيام والتقصور دي بيقصرها، مسامحك يا فلذك بادي ويا عين البصير، عليك تقوى الله يمكن نلتقي في الآخرة، والله الله في صلاتك واشهد الفرض البكير، واحفظ كتاب الله دي رب السماء قد يسره، وحفظ أخوانك من الآيات والذكر المنير، ولا تناسوني بدعواكم لمية مصدره، ترقب الفرصات بالجمعة وبالثلث الأخير، حمدي رجع للبيت دمعه زي ما مزن مطره، لما نظر خوته واخذ في حضنها الطفل الصغير، وخالته وامه تقبل في يمينه ويسره، كمنها الازواج سبحانه بتتاثر كثير، كمنها الازواج سبحانه بتتاثر كثير، لفوا شميزاتي وقد شلوا المعاوز العشره، والفرش قد شلوه ترقد فيه من فوق السرير، خليفتي الرحمن في اطفالي واهلي والمراه، ونسال الرحمن يجمعنا بجنات خضير، وابقى وسط برزخ الى ميقات ربي قدره، بيوم ما ينفخ تقوم الناس للعرض العسير، الشمس تخسف والقمر أما الكواكب منثرة، حتى الجبال الراسية في ساعة الساعة تسير، يا ويل آل الشرك وأصحاب النفوس الفاجرة دي كذبوا بالبعث والساعة وباليوم الأخير، لا قامت الأشهاد ما كافر تفيدها معذرة، ولا يأخذ جزية ولا يقبل ندم ولا حسير، يا سعدكم يا أهل الوجوه الضاحكة المستبشرة، وقبح الأوجاه دي ترهق يقع فيها قتير، يا رب تجعل وجه أبو حمدي عيونها ناظرة مع عبادك دي تكرمهم بساعات النظير، وانت حسبي ان يقع وجهي مع اهل الباسره، اشرار خلق الله دي يصليهم النار السعير، اشرار خلق الله دي يصليهم النار السعير، يا سعدكم يا الوجوه الضاحكه المستبشره، وقبح الاوجاه دي ترهق يقع فيها قتير، يا وقبح الاوجاه دي ترهق يقع فيها قتير، يا سعدكم يا الوجوه الضاحك المستبشرة، وقبح الأوجاه دي ترهق يقع فيها قثير، وقبح الأوجاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقبح الأوجاه دي ترهق يقع فيها يسير، وشوف سيدنا علي سلم بيده وصغره في ساعة اللقيا، يكاد القلب بالفرحة يطير، لكن خايف لا يجيني عكس ما أتصوره، يا كم ليالي عصيت فيها الله وعيانه بصير، كم فاتني معروف لأمر به ولنهي منكره، وكم ظلمت الناس رغم الظلم هو ظلمه قدير، وكم صلاة الفجر فاتتني وفرض تأخره، وكم عصيت الأم والمرحوم عاكستك كثير، لذنبك هالجبال يا لله لما اتذكره لراه هين، بس عند الله سبحانه كبير، الواحد القهار سبحانه فلا أحد يقهره، انت الغني ناداك أبو حمدي وهو العبد الفقير، لما غفرت الذنب من غيرك إلهي يغفره، من كنت ضده لا معه قوة ولا أحد له نصير، الله لا لو ما غفرت الذنب من غيرك إلهي يغفره، من كنت ضده لا معه قوة ولا أحد له نصير، من كنت ضده لا معه قوة ولا أحد له نصير، الله لا يغفر الذي يشرك
عليه الدايرة، ودون ذلك رحمته واسع لدي يشتي يجير ما تقنط إلا من محبتها الظلم والكافرة. أحسنت ظني فيك يا واحد بنياتي خبير، لا تاب عليها العبد وتندم وبيستغفره، قد اسمها التواب والرحمن بعباده بصير. صلوا على طه محمد، دي إلها قدره ورسله رحمة، يبشرنا وينذرنا نذير، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه.